السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد إبراهيم، والنهاردة يا طلاب جريد 5 هناخد يونت 1 كونسبت 2 ليسون 3. هنبدأ فيه كده بحاجة اتكلمنا عنها في ليسون 2 وهي فود تشين. تعالوا ناخد مثال مع بعضينا على الفود تشين، والمثال اللي عندنا أهو. أول حاجة عندنا بروديوسر وهو عبارة عن بلان، والبلانت ده ليه بنقول عليه بروديوسر؟ لأن هو بيقدر make their own food، يصنع غذائه بنفسه عن طريق الانرجي اللي جاية من السانلايت، فبيصنع غذائه بنفسه. بعد كده بيجي بحاجة تانية اللي هي بتبقى البرايمري كونسومر تاكله، فالطاقة تتنقل من هنا لهنا. بعد كده البرايمري كونسومر ده بيجي كائن تاني بيبقى secondary consumer زي الفروج اهو كده، هياكل الانسكت دي ويبقى الطاقة اتنقلت من هنا لهنا. بعد كده بيجي تتري شاي كونسومر زي السناك، ياكل الفروج وتبقى الطاقة اتنقلت من السكندري كونسومر للتتري شاي كونسومر. وطبعا انا هنا بشرح الحتة دي بسرعة لان احنا اخدناها بالتفصيل في ليسون 2، بس انا براجع معاكم عليها علشان هنبدأ بيها حاجة مهمة جدا في ليسون 3. طيب التتري شاي كونسومر ده بيجي تتري شاي كونسومر تاني او نقول عليه فاينل كونسومر زي الهواك، ياكل السناك. بعد كده الهواك ده مش هيلاقي حاجة تاكله، او مفيش حاجة تاكله، مفيش حاجة قوية اقوى منه تاكله، فبيعيش شوية بعد كده بيموت. ولما بيموت بيجي دور الفنجاي والبكتيريا اللي هم بيعتبروا من الدي كومبيسور. فاكرين لما كنا بنقسمها كده دي كومبيسور؟ اللي هم الديكمبيسور بيجي دورهم في إن هم بيعملوا إيه؟ بيحللوا الكائن ده، وبكده يبقى دي كده إيه؟ عبارة عن فود تشين. طيب هل دي الفود تشين الوحيدة؟ لأ، ممكن نلاقي فود تشين تانية، نلاقي نبات وبعد كده نلاقي ماوس فار، وبعد كده نلاقي سناك، وبعد السناك نلاقي مثلا هواء. دي كده مختلفة عن دي لأن ما فيهاش insect، في بدالها إيه؟ mouse. وممكن نلاقيها مختلفة بقى خالص، ممكن نلاقي plant نبات، وبعد كده rabbit أرنب بياكل النبات ده، وبعد كده lion بياكل الرابت. صح كده؟ أهو تبقى مختلفة، يعني معنى كده إن إحنا عندنا كذا food chain. طب لو إحنا جبنا food chain مع food chain، معناها ثبّتنا النبات ده وطلّعنا منه كده أهي الinsect دي، وطلّعنا من هنا كده حاجة تانية مثلًا الrabbit، وبعد كده قُلنا إن الrabbit ده ممكن كمان ياكله التعبان أو مثلًا chicken وتاكلها التعبان وهكذا. يبقى دي food chain مع food chain مع food chain، كذا سلسلة غذائية بتعمل لنا حاجة اسمها إيه؟ food web، اللي هي الشبكة الغذائية. طب عبارة عن إيه دي؟ دي عبارة عن كذا سلسلة مع بعض أهو. ده بيكون it is model that shows several interconnected food chain، عبارة عن كذا food chain متداخلة مع بعضها لإيه؟ living organism. تمام. طيب الطريقة دي بتكون حلوة ولا وحشة؟ بتكون حلوة لأن هي بتبين لنا الكتير أوي، 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 أوي من إيه، من الfood chain اللي بتكون متداخلة مع بعض، فإحنا بنقدر نشوف العلاقات بين الأنواع بتاعة الغذاء وما بين الحيوانات. فنقدر نقول إن مثلًا إن إيه، الحيوان ده الprimary consumer ده بيقدر يتغذى على كذا وكذا وكذا، في كذا حاجة مختلفة، لكن في الfood chain بيكون كل واحد ليه حاجة واحدة بس. تمام؟ طيب تعالوا برضه ناخد كام معلومة أكتر عشان نفهم. أول حاجة بيقول لك إن إحنا عارفين إن الfood chain دي إيه، بتبين العلاقة ما بين الfood والenergy. مش إحنا كنا عمالين نقول الplant بينقل الطاقة للinsect والinsect بتنقل الطاقة للكائن التاني اللي هو الsecondary consumer اللي هو كان frog في المثال اللي فات وهكذا. فده كان بيبين العلاقة ما بين الfood اللي هو الغذاء اللي بياكلوه والenergy. الenergy دي اللي هي إيه اللي بيحصل فيها passes from organism to another، بتتنقل من كائن لتاني. طيب فاكر أول حاجة الطاقة كانت بتبقى موجودة فين؟ كانت بتبقى موجودة في البلانت. طب البلانت ده كان بيجيب الطاقة منين؟ تعال نشوف أهو. The sun provide energy
for producer such as plant. الصن هي اللي كانت بتدي الطاقة للبروديوسر اللي هي الكائنات المنتجة اللي هي زي البلانت. طب ليه بتديها لها؟ علشان البلانت هو اللي بيعمل فوتوسينثيز وبيحتاج فيها الsunlight علشان يعمل ايه؟ make their own food اهو. to make their own food during photosynthesis process. تمام. طيب البلانت ده مهم يعني؟ طبعا ده مهم جدا. ليه بيعمل ايه؟ تعال نشوف. البلانت provide food for series of consumers. البلانت ده هو اللي بيوفر الغذاء لكتير قوي من الكونسومر which may eat only plant or eat both plant and animal. طيب يا مستر احنا فاهمين ان البلانت بيوفر غذاء للعديد قوي من الكونسومر او كتير قوي من الكونسومر يعني اللي بياكلوا النبات ماشي، لكن اللي بياكلوا الحيوان ازاي؟ هو احنا ينفع نزرع حيوان؟ لا مش بنزرع حيوان، بس بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي عندنا بلانت. مين اللي بياكل بلانت؟ ممكن البرايمري كونسومر، هما اللي بياكلوا البلانت. طيب البرايمري كونسومر دول زي مين؟ زي الرابت. طيب مين ممكن ياكل الرابت؟ ممكن ليون، اسد. طيب الليون ده برايمري كونسومر ولا سكندري كونسومر؟ لا ده سكندري كونسومر. طب هو دلوقتي او خلينا مثلا يبقى سناك عشان نخلي الليون تتري شاي كونسومر. السكندري كونسومر اللي هياكل الرابت هيكون ايه؟ هيكون سناك. طيب والتتري شاي كونسومر هيكون ليون. طيب لو مفيش بلان، مين مش هياكل؟ الرابت هو بس اللي مش هياكل، صح؟ بس بعد كده السناك والليون مش هيلاقوا أكل ياكلوه. يبقى البلاند كان مهم لمين؟ أو كان بيمد غذاء لمين؟ للكونسومر اللي كانوا بياكلوا بلانت بس أو كانوا بياكلوا بلانت وأنيمال. إيه برضو اللي بياكل بلانت وأنيمال؟ في حاجات زي مثلا الهيومن بياكل بلانت وأنيمال. فيبقى احنا كده البلانت مفيد لحاجتين، لثلاث أشخاص يعني أو ثلاث حاجات. في اتنين بطريقة مباشرة وواحدة بطريقة غير مباشرة. ايه اللي بطريقة مباشرة؟ للي بياكلوا بلانت بس زي مين؟ زي الرابت، او بياكلوا بلانت وانيمال. صح؟ مين؟ زي الهيومن مش احنا ممكن ناكل بلانت وممكن ناكل انيمال. طيب في انيمال ما بتاكلش غير ميت بس، ما بتاكلش ابدا بلانت، يعني بتاكل انيمال بس. هل ده البلانت مش مهم ليها؟ لا مهم. طب مين الانيمال دي؟ زي الليون ما بياكلش غير ميت. طيب يبقى كده البلانت مش مهم الليون؟ لا مهم، لان الحيوانات اللي هو بياكلها هي بتاكل بلانت. فعشان الحيوانات دي تبقى موجودة لازم يبقى في ايه؟ يبقى في بلانت. طب مين بقى اللي بيوضح ده؟ هل الفود شين بتوضح دي؟ لا دي بتبقى سلسلة واحدة كده صغيرة. يبقى عشان كده احنا شفنا طريقة تانية بتجمع الكتير قوي من الفود شين في الايكو سيستم، بتبقى بتكون لنا بقى حاجه اسمها ايه؟ فود ويب، اللي هي الشبكه الغذائيه. طيب طيب يا مستر، هي الفود ويب دي التانية كانت بتبين اللي هي الفود شين، كانت بتبين العلاقه بين ايه؟ بين الفود والانرجي. تمام. دي بقى بتبين الفود ويب دي بتبين ايه؟ بتبين لنا برضو ان في حيوانات كتير مختلفة بتاكل نفس مصدر الغذاء. يعني ممكن يكون مثلا عندنا أسد وتايجر، يعني ليون وتايجر ونمر، بياكلوا هما الاتنين ايه؟ بياكلوا هما الاتنين مثلا زرافة. ممكن يبقى عندنا رابت وماوس بياكلوا هما الاتنين بلان. فلما يبقوا متجمعين مع بعض في فود ويب واحدة، هقدر إن أنا أشوف الحاجات دي وأفهمها وأبقى مجمعها مع بعض. طيب ده كمان إن إحنا عندنا كونسومر ممكن ياكلوا نفس البروديوسر أهو زي ما قلنا. في several different consumer ممكن ياكلوا إيه؟ نفس البروديوسر زي ما قلنا. الرابت والانيمال، الرابت قصدي والماوس او فار وارنب، ممكن هما الاتنين ياكلوا نفس النبات او نفس البري. فاكر لما اخدنا مين هو البري؟ اللي هو الكائن اللي بيفترس. فممكن مثلا ده المثال بتاعه زي ايه؟ زي الليون والتايجر، ممكن هما الاتنين ياكلوا مثلا رابت. فيبقى احنا كده الفود ويب عرفتنا الجزئية دي، لكن ما كانتش بتبقى باينة
في الfood chain. طيب تعالوا كده نشوف الصورة دي مع بعضينا ونراجع مع بعض. آدي هنا أهو بيقول لك إن النبات مين هنا كان بياكلوا الإيه؟ أهو زي ما إحنا شايفين الرابط. طيب ده يبقى إيه؟ ها قول. ده يبقى بروديوسر. طيب والرابط ده يبقى إيه؟ قول صح. برايمري كونسومر. طيب دي كده هنا بقى فود ويب ليه؟ بص هي موضحة إن النبات ده بياكله أرنب والنبات ده كمان بياكله الفار. يبقى بص النبات ده كام حاجة بتاكله؟ حاجتين. كانت الفود شين بتورينا إن كل حاجة كام حاجة بتاكلها حاجة واحدة، لكن هنا الويب دي بتبين لنا إيه؟ إن النبات ده بياكله رابت أو بياكله ماوس، والرابت ده بياكله هواي، والماوس ده بياكله السناك، والهواك ده بياكل السناك. فربطلنا إن برضو الهواك ده بياكل كام حاجة؟ بياكل رابت وبياكل سناك. فشايفين لكن ما كانش ده بيبقى موجود في الفود شين. تمام. طيب إيه تاني يا مستر؟ عايزين بقى نستنتج من الحاجات دي كام حاجة. إن الفود ويب دي بتشرح لنا وبتوصف لنا إن الطاقة اللي عندنا دي بتعمل إيه؟ الطاقة دي لما بتمر ما بين كائن للتاني من أورجانيزم تو أنذر أورجانيزم في الإيه في الإيكو سيستم، صح؟ زي ما كان الفود شين بتعمل برضو كده. والفود ويب دي بتبين لنا إن في حيوانات مختلفة ممكن تعمل إيه؟ تاكل نفس الأكل، فبالتالي بتسمح بإن الطاقة تمر من خلالها لحيوان تاني مختلف. زي ما قلنا إن ممكن الليون والتايجر هما الاتنين ياكلوا جراف، وممكن الماوس شبه ما شفنا في المثال اللي فات والرابت هما الاتنين ياكلوا نفس إيه البلان. فكده الطاقة بتمر من إيه؟ من different organism بس من خلال نفس الأكل يعتبر أو نفس الطاقة اللي بتمر. طيب وممكن البروديوسر بقى كده اللي هم البلان يتاكلوا من نفس الكائن ولا لأ؟ ممكن البروديوسر eaten by the same المفروض دي same consumer. تمام؟ تمام. طيب وهل الكونسومر دول بيتاكلوا ممكن برضو same consumer يتاكلوا من كونسومر تانيين؟ مش احنا في المثال اللي فات كان في الكونسومر البرايمري كونسومر كان الماوس والرابت هما الاتنين اتاكلوا من اذر كونسومر مختلفين. الرابت اتاكل من الهواك والماوس اتاكل من السناك، صح؟ اهو. طيب وهل ينفع بقى الكونسومر التانيين دول يتاكلوا من او ياكلوا قصدي بقى من نفس البروديوسر فعلا؟ طيب مش احنا كان عندنا الرابت والارنب، الرابت اللي هو الارنب والماوس اللي هو الفار هما الاتنين كانوا بياكلوا من نفس البروديوسر. اهو some consumer may eat the same producer or prey. يعني ايه or prey؟ لو هو كائن بيتهاجم مش زي النبات فكان فده زي مثال ايه زي الليون والتايجر هما الاتنين بياكلوا ايه؟ ايوه الله ينور، هما الاتنين بيروحوا ياكلوا الجيراف. أو المثال برضو مثلا إن ممكن السناك كان ياكل الرابت أو ياكل الماوس، أو كان الهواك ممكن ياكل الرابت وياكل السناك. تمام؟ تمام. طيب تعالوا ناخدوا كده سؤال مع بعضينا نفهم بيه أكتر. بيقول لك إيه؟ give reason. يعني إيه give reason؟ يعني يقول لنا السبب ليه. تمام. بيقول لك إيه بقى؟ إن it's better to use food web to show interaction among living organisms than food chain. ليه الأحسن إن إحنا نستخدم الفود ويب علشان نبين التفاعلات اللي ما بين الكائنات الحية أكتر من الفود شين؟ تفتكروا ليه؟ إحنا عمالين نقول مميزات كتير في الفود شين ونقول مش موجودة في الفود ويب. طب ما تيجي نقولها. هنقول علشان الفود ويب دي بتبين الانتراكشن among many food chain through the
food web contain many organisms while a food chain show interact between just few organisms. يعني ايه؟ الفود chain بتبين كذا كائن مختلف ما بينهم علاقات، بيتنقل من ده لده غذاء، انما الفود chain بيكون فيها عدد كائنات اقل. فاكرين في الفود ويب اللي احنا شفناها كان في كائنين اتنين هما الاتنين كانوا بياكلوا البروديوسر البلانت، كان في رابت وفي ماوس هما الاتنين كانوا بياكلوا بلانت. لكن في الفود شين كان في كائن واحد بس هو اللي بياكل البلانت. فده الاختلاف ما بين الفود شين والفود ويب، فعشان كده الفود ويب افضل. تمام. نخش على الورك شيت، وعشان كده نبقى خلصنا lesson 3. يلا بينا نشوف أسئلته، وهي أسئلته بسيطة جدا وهنحلها دلوقتي مع بعضينا. ويلا بينا أول سؤال choose the correct answer. وأول واحد بيقول all the following are type of food for primary consumer except. ثانية واحدة كده بقى نجيب القلم بتاعنا وأعلم لك على كلمة مهمة وهي كلمة except، يعني ما عدا. يعني كل الإجابات اللي جاية صح ما عدا إجابة واحدة. بيقول لك كل الإجابات اللي جاية من أنواع الغذاء بتاع البرايمري كونسومر ما عدا إيه؟ هو البرايمري كونسومر بياكل إيه؟ بياكل بلانت، يبقى إحنا عايزين أي حاجة غير البلانت. جراسز دي بلانت ولا مش بلانت؟ بلانت، يبقى ما تنفعش. سيدز بلانت ولا مش بلانت؟ بلانت، يبقى ما تنفعش. فروتس بلانت ولا مش بلانت؟ بلانت، يبقى ما تنفعش. ايجلز دي بلانت؟ لا دي مش بلانت، يبقى هي دي اللي هتنفع، يبقى الإجابة هتبقى دي. تمام. نخش على السؤال التاني. هواء can eat نقط when snacks are completely disappear from an ecosystem. بيقول لك الهواك هيقدر ياكل ايه لو السناك اختفى تماما من الايكو سيستم؟ يا ترى هياكل ايه؟ تعالوا نشوف الاختيارات. هل الهواك هياكل جراسس؟ لا، الهواك ما بياكلش بلان لان هو ما كانش برايمري كونسومر. طب هل الهواك هياكل جراش هوبرز؟ لا برضو. طب هل هياكل بيردز؟ الهواك اكيد هياكل لان هو كان بياكل ميت، فهياكل برضو ميت بس بقى في شكل مختلف. بدل السناك هياكل ايه؟ هياكل ميت بتاعة الطيور التانية، صح؟ يبقى هياكل بيردز. طب تعالى نشوف برضو الاختيار الأخير، هل هياكل ليفز؟ لا، التلات اختيارات دول كلهم نبات فعشان كده ما ينفعوش. والهواك ما بياكلش نبات، بياكل أنيمال. مين في دول أنيمال؟ البيردز. تمام. السؤال رقم 3. It's better for any predator to depend on نقط to get its energy and survive. ايه الافضل للبريديتور ان هو يعتمد على ايه علشان ياخد الطاقة بتاعته والسرفايف؟ مين هو البريديتور؟ الكائن اللي بيهجم على الفريسة بتاعته اللي هو المفترس. طيب هيعتمد على one species of consumer only. هل أنا لو عايز أبقى بشبع وأبقى باكل كويس ويبقى عندي أكل كتير، هل أعتمد على أكل واحد ولا أعتمد على كذا أكل؟ يعني أنا لو في البيت ما عنديش غير طماطم، طب ما لو الطماطم خلصت هبقى أنا كده إيه؟ مش هلاقي حاجة أكلها. طب لكن لو أنا عندي طماطم وعندي خيار وعندي بطاطس وعندي لحمة وعندي عيش وعندي رز وعندي مكرونة، هل الأكل كده هيخلص؟ أنا معتمد على كذا حاجة. لو المكرونة خلصت هاكل رز، لو الرز خلص هاكل بطاطس، البطاطس خلصت هاكل طماطم، الطماطم خلصت هاكل خيار، وهكذا. عندي كذا حاجة. يبقى الاختيار ده ما ينفعش، ده one species، نوع واحد. طب يعتمد على many species of consumer؟ صح، يعتمد على many species of consumer، هو الاختيار ده. بس تعالى برضو نشوف باقي الاختيارات ونعرف هي غلط ليه. هل هيعتمد على one species of decomposer only؟ هل أصلا في كائن بياكل الديكمبوسر بياكلها من البريديتور؟ يعني كائن من الكائنات اللي هي بتفترس هيبقى بياكل كده اهو. يعني مثلا
ومش شرط طبعًا بيفترس مفترس لحوم، هو كائن يعني هو اللي بيهجم على الفريسة بتاعته. هل هنلاقيه بياكل كده أهو؟ لأ طبعًا. طيب many species of decomposers لأ برضه، ده لازم يكون بياكل إيه؟ consumers. طيب السؤال رقم 4 all type of plant are similar in all the following characters except they بُص except ما عدا. الكلمة دي مهمة جدًا، جدًا، جدًا. السؤال برضه الأولاني أهو كان فيه برضه except ما عدا. لأن الكلمة دي لو ما أخدتش بالك منها بتحل السؤال غلط. هو بيقول لك all type of plant are similar in all following character except they إيه بقى؟ بص أول اختيار بيقول لك are able to make photosynthesis process. هل هم مش ماشي كلهم يعني هم شبه بعض ما عدا إن هم بيعملوا الphotosynthesis process؟ لأ. طيب are eaten by primary consumer. طب ما هم برضو نفس الحكاية، يعني هم متشابهين، أكيد كلهم بيعملوا photosynthesis وأكيد كلهم بيتاكلوا ببرايمري consumer. can feed on predators. هل هم بيعملوا كده فعلا feed on predators؟ لا. طيب تعال نشوف النوع الاختيار قصدي الأخير live in different type of ecosystem. مش كل النباتات موجودة في ecosystem واحد. فإيه الحاجة اللي فعلا هم الوحيدة اللي مش بيعملوها؟ هي C can feed on predators، لأن هم أصلا make their own food by photosynthesis process. تمام. السؤال رقم 5 human is a نقط living organism. الهيومن بيعتبر إيه؟ هل هو بيعتبر بروديوسر؟ لو هو بروديوسر يبقى هو make their own food. هل إحنا بنعمل أكلنا بنفسنا؟ اوعى حد يقول لي ما انا بقوم اطبخ. لا مش كده، انت من غير قصدي اكل زي النبات كده جسمك من جوه بيصنع غذائه بنفسه، ولا انت لازم تاكل اكل؟ ولا وانت قاعد كده بتصنع بتلاقي جواك كده اتكونت فرخة، اتكونت بطاطساية؟ لا. فاحنا كده ايه؟ مش بروديوسر. طيب هل كونسومر؟ هل احنا مستهلكين؟ يعني هل احنا بناكل بلانت او انيمال؟ يبقى الاجابة هتبقى بي. تمام. تعالى برضو نشوف بقى الاختيارات. هل احنا decompressor؟ لا. هل احنا predator؟ لا. صح ولا مش صح؟ يبقى الإجابة هتبقى consumer. تمام. السؤال السادس والأخير secondary consumer can eat only. السكندري كونسومر يقدروا ان هم ياكلوا ايه؟ هل بياكلوا ديكمبسور؟ لا. بياكلوا بروديوسر؟ لا. اللي بياكل البروديوسر البرايمري كونسومر. طب السكندري كونسومر بياكل برايمري كونسومر؟ ايوه، يبقى الاجابه هتبقى سي. وتعالى برضو نشوف الاختيار اللي فاضل عشان نعرف هو غلط ليه. تتريشاي كونسومر؟ لا، لان التتريشاي كونسومر مفيش حاجه بتاكله، هو بيفضل عايش شويه بعد كده بيموت وبيجي دور الديكمبسورز بتعمل ايه؟ بتحلله. كده يبقى خلاص lesson 3 وحلينا عليه الواجب بتاعه. هظهر لكم دلوقتي الإجابات اهي قدامكم زي ما انتم شايفين. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك للفيديو وتبعتوا لأصحابكم عشان هم كمان يستفادوا. كان معاكم مستر أحمد إبراهيم، وأشوفكم في فيديو جديد وحصة جديدة. ولو عندكم أي سؤال اكتبهولي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.